إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 من أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم تقريرا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية تحت عنوان ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأمريكية للكثير من الدول الإفريقية. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. وحدات من الجيش الإريتري بينها أفراد من البحرية تصل إلى الصومال. أثيوبيا تقول إنها نظمت قوة خفر للسواحل تهدف إلى منع الجريمة في المياه. والسفارة الروسية في السودان تحقق في تقارير تحطم طائرة شحن روسية في دارفور. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت مصادر عسكرية لإذاعة إرنا إن وحدات من الجيش الإريتري من بينها أفراد من القوى البحرية وصلوا إلى الصومال. وأضافت المصادر بأن أكثر من 300 فرد من الجيش الإريتري غادروا ميناء عصب بالقوارب ودخلوا الصومال الشهر الماضي. ويجري في إريتريا تدريب أكثر من 3000 جندي صومالي في القوات البرية والجوية والبحرية. هذا ولم تتضح مهمة القوات الإريترية المنتشرة في الصومال، لكن من المتوقع أن تجري مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى تعزيز التحالف مع الجيشين المصري والصومالي. وكانت مصر التي تقدم دعما عسكريا للصومال قد نشرت الشهر الماضي عددا غير معلوم من القوات في الصومال. يأتي ذلك بالتزامن مع تحريك عدد كبير من القوات الإريترية إلى عصب، حيث يتم نقل آلاف الجنود الذين تم سحبهم من وحداتهم والذين ما زالوا ينتظرون التكليف إلى عصب للتعليم والتدريب. كشف المفوض العام للشرطة الفيدرالية الأثيوبية دمنلاش جبر ميكائيل بأن أثيوبيا نظمت قوة شرطة لخفر السواحل بهدف منع الجريمة على المياه حسب تعبيره. وأضاف المفوض بأنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء الخدمة بدءا من التجنيد في الجيش، ووعد بجاهزيتها للعمل في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن اكتمال سد النهضة من الممكن حماية واجهاته السياحية بشرطة موثوقة، في إشارة إلى القوة الشرطية المزمع تكوينها. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية إنا، فإن الشرطة الفيدرالية كانت قد وقعت عقدا في وقت سابق مع شركة صناعة الهندسة الصناعية لبناء قوارب سريعة للشرطة. تجدر الإشارة إلى أن أثيوبيا دولة حبيسة لا تملك أي واجهة بحرية بعد استقلال إريتريا عنها في العام 1993، وأن إنشاء مثل هذه القوات يثير الشكوك حول نية أثيوبيا، ويعزز من المخاوف المتزايدة لدول المنطقة حول الطموح الأثيوبي على المنافذ البحرية، خصوصا بعد سعي أثيوبيا في السنوات القليلة الماضية إلى إعادة بناء قواتها البحرية التي انتهت فعليا باستقلال إريتريا. قالت السفارة الروسية في السودان الاثنين إنها تحقق في تقارير عن احتمال إسقاط طائرة شحن على متن أفراد طاقم روس في شمال دارفور في غرب السودان. ووفق وكالة رويترز للأنباء ذكرت السفارة أن قوات الدعم السريع يحتمل أن تكون أسقطت الطائرة فوق إقليم دارفور الذي يشهد صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب مصدر الخبر
فإن السفارة الروسية تنسق مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات وتحديد مصير ركاب الطائرة. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت الاثنين إسقاط طائرة حربية يقودها طاقم أجنبي في ولاية شمال دارفور غرب السودان، وبثت مقاطع فيديو يظهر حطام الطائرة. ووفقا لموقع سودان تريبيون، فإن الطائرة المنكوبة هي طائرة شحن روسية من نوع يوشن، كانت في مهمة إسقاط جوي لمعدات عسكرية وأدوية في مقر قيادة الجيش بالفاشر، لكنها سقطت في منطقة المالح عند عودتها، وأسفر تحطمها عن مقتل طاقمها المكون من 3 سودانيين وروسيين. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض فيها اليوم تقريرا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 12 من أكتوبر الجاري تحت عنوان: ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأمريكية للكثير من الدول الإفريقية؟ نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لما تعنيه الانتخابات الأمريكية لمعظم الدول الإفريقية، وقلة اهتمام الرأي العام الإفريقي، وعدم اكتراث دوله بالانتخابات الأمريكية والنتائج التي تفضي إليها، في الوقت الذي نشهد فيه اهتماما كبيرا بهذه الانتخابات في مناطق العالم المختلفة، وتخصيص نوافذ برامجية في وسائل إعلامها بشكل يومي، واستضافة كبار المحللين السياسيين والاقتصاديين وخبراء العلاقات الدولية للحديث عن كيفية التعاطي مع إفرازات هذه الانتخابات في حالة فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين، وغير ذلك من السيناريوهات التي يمكن التعامل بها مع الملفات الدولية والإقليمية للإدارة الجديدة، وبالأخص الحربين الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويعود عدم الاهتمام من الجانب الإفريقي بهذه الانتخابات لآلية تفاعل الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال أكثر من عقدين من الزمان مع الشأن الإفريقي، إلا فيما يتعلق باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، دون النظر إلى الحاجة الماسة لمساعدة القارة الإفريقية الغارقة في وحل المشاكل المتعددة، وأن دورها منوط دائما بإطلاق الوعود المخلفة التي لا ترى النور في أرض الواقع. وكان آخر تلك الوعود المقترح الأمريكي بإضافة مقعدين في مجلس الأمن للدول الإفريقية، والذي كان من المنتظر أن يطرح للنقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نهاية سبتمبر الماضي، غير أن ذلك لم يحدث. في المقابل، تحظى القارة الإفريقية باهتمام ملموس من منافسي الولايات المتحدة الصين وروسيا، وشهدت علاقاتهما بإفريقيا تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة بشكل لافت. حول ما تعنيه نتيجة الانتخابات الأمريكية للقارة الإفريقية، نستعرض لكم فيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تقريرا نشره مكتب صحيفة الشرق الأوسط السعودية من واشنطن في 12 من أكتوبر الجاري بعنوان: ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأمريكية للكثير من الدول الإفريقية؟ نتابع. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. تستهل الصحيفة التقرير بقولها: إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية تؤثر في أغلب مناطق العالم التي تتابعها باهتمام، فإنها ظلت تاريخيا غير مؤثرة ولا مهمة بالنسبة لدول إفريقيا، بسبب الثبات النسبي للسياسة الأمريكية تجاه هذه القارة، بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي أو الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس. منذ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة سياسة إفريقية تعتمد على الدخول في برامج تنموية والحديث الطموح عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التوسع في الشراكات الأمنية والدفاعية في ظل تزايد خطر الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة. وظلت هذه السياسة الأمريكية مستقرة
رغم تعاقب الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الحكم. وفي تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يقول كاميرون هيدسون وهو باحث كبير في برنامج إفريقيا بالمركز إن الأمور تغيرت كثيرا بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية في ظل سلسلة الصدمات الأمريكية والعالمية، بدءا من جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض، مرورا بالحرب في أوكرانيا وغزة. وفي الوقت نفسه فإن الاستقطاب السياسي العميق والمتزايد في الولايات المتحدة نسف حتى نقاط التوافق الحزب التقليدية في السياسة الأمريكية، ومنها السياسة تجاه إفريقيا. لذلك فطبيعة معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل ونتيجتها ستحدد بلا شك النظرة إلى واشنطن، وستؤثر على مجموعة كبيرة من القضايا، ليس فقط التي تهم إفريقيا بشكل مباشر، وإنما التي ستؤثر في مصداقية الولايات المتحدة لدى القارة خلال السنوات المقبلة. ورغم ذلك من المؤكد أن الأفارقة اليوم غير منشغلين كثيرا بما قد تعنيه أي إدارة أمريكية جديدة بالنسبة لهم. فبعد تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يعد الأفارقة يعتقدون أن أي شخص في البيت الأبيض قد يؤثر بشكل ملموس في تحسين أحوالهم. فقد تبددت سريعا فكرة أن وجود رئيس أمريكي من أصول إفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى الاهتمام بالقارة، حيث لم تبتعد إدارة أوباما كثيرا عن السياسة التقليدية الأمريكية تجاه إفريقيا، والتي تقوم على الحديث كثيرا عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تسعى إلى تحقيق مصالح الأمن القومي الأمريكي التي كثيرا ما كانت تتعارض مع هذه القيم المعلنة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي تأتيكم اليوم بعنوان ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأمريكية لكثير من الدول الإفريقية. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ورغم وعود إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمنح الدول الإفريقية نصيبا أكبر في عمليات صناعة القرار بشأن القضايا العالمية وفي المؤسسات الدولية، فإنها لم تحقق شيئا من هذا على أرض الواقع. فما زالت قارة إفريقيا لا تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن بعد مرور عامين على وعد الإدارة الأمريكية بمنحها هذا المقعد، في حين أن التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مشكلة التغيير المناخي والتمويل التنموي وتنافس القوى العالمية ما زالت تصب في صالح عالم الشمال. ولم يؤدي إفراط إدارة بايدن في الوعود لإفريقيا دون الوفاء بها إلا إلى تعزيز الاعتقاد بأن واشنطن شريك غير جدير بالثقة، بل ربما منافق. في المقابل لم يفعل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب ولا منافسته نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس اللذان تجاهلا إفريقيا على مدار حملتيهما أي شيء لإعطاء الأفارقة الانطباع بأن إدارتيهما ستكونان مختلفتين بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة. في ظل هذه الظروف تنشط الدول الإفريقية لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية بعيدا عن واشنطن على مدى العقد الماضي، مما يتعارض أحيانا مع المصالح الأمريكية. وقد أصبحت الصين حاليا كما يقول التحليل الذي نشرته الوكالة الألمانية أكبر شريك تجاري واستثماري لإفريقيا، كما أصبحت دول مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء أمنيين مفضلين للدول الإفريقية التي تبحث عن مساعدات عسكرية غير مشروطة. هذا التحوط ضد عدم موثوقية الولايات المتحدة لا يجعل نتيجة أي انتخابات رئاسية أقل أهمية لإفريقيا فحسب، بل يجعل أيضا من الصعب على أي إدارة قادمة تعميق العلاقات مع القارة الإفريقية. والحقيقة هي أنه لا يمكن تصور وجود اختلاف كبير في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا إذا فازت هاريس أو ترامب،
فبشكل عام يمكن أن تتوقع إفريقيا استمرار النهج الأساسي لواشنطن تجاهها من خلال عدد محدود من المبادرات التنموية والإنسانية الأساسية، لكن دون تغيير حقيقي في الممارسات الأمريكية ولا الطريقة التي ترتب بها إفريقيا في قائمة الأولويات العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. ليس هذا فحسب، بل إن احتمال وصول مرشح ثاني من أصول إفريقية، والإشارة هنا لكمالا هاريس، إلى رئاسة الولايات المتحدة لم يثر اهتمام الأفارقة كما حدث عندما كان أوباما يخوض السباق الرئاسي بعد أن تعلموا أنه يجب عدم توقع الكثير من واشنطن مهما كانت أصول الرئيس. ورغم ذلك فمن المرجح إبقاء إدارة هاريس على استراتيجية بايدن تجاه إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الصادرة عام 2022، والتي تستهدف رفع صوت إفريقيا في المؤسسات العالمية وفي صنع القرار الأمريكي بشأن المسائل السياسية التي تؤثر في القارة بشكل مباشر. وقد رأت كمالا هاريس بنفسها أهمية هذا الهدف عندما سافرت إلى غانا وتنزانيا وزامبيا في مارس عام 2023 لتسليط الضوء على الإبداع الاستثنائي والإبداع والديناميكية في القارة وتعزيزها. لكن كمالا هاريس أيضا وقعت في الفخ السهل بمحاولة تصوير المشكلات المستمرة التي تواجهها إفريقيا بوصفها مسؤولية الصين بصورة أو بأخرى، وتقديم الولايات المتحدة بصفتها قوة خير تسعى من أجل خير وصالح الدول الإفريقية. وهذا النهج الأمريكي لا يؤدي إلا إلى زيادة انصراف دول القارة عن واشنطن والشك في نواياها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي تأتيكم اليوم بعنوان: ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأمريكية للكثير من الدول الإفريقية؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الوقت نفسه فإن مبدأ الظل الذي أطلقه ترامب تحت اسم مشروع 2025 يستعين بعناصر كاملة من استراتيجية بايدن ذاتها تجاه إفريقيا، حيث يزعم على سبيل المثال أن النمو السكاني الهائل في إفريقيا والاحتياطات الكبيرة من المعادن المعتمدة على الصناعة والقرب من طرق الشحن البحر الرئيسية وقوتها الجماعية الدبلوماسية تضمن الأهمية العالمية للقارة. وهذا يشير إلى أن فريق ترامب يدرك على الأقل الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا على المدى الطويل تماما كما فعل بايدن. والأمر الأكثر أهمية هو أن فريق ترامب ربما ينظر إلى إفريقيا بوصفها قوة مهمة وليست مجرد مكون أصغر في الصراع الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة مع الصين وروسيا، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، مما أثار استياء العديد من دول القارة. وسوف يكون الاختبار الأكبر لإدارة ترامب الثانية المحتملة هو ما إذا كان قادرا على مواصلة التعبير عن القيمة المتأصلة لإفريقيا بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، أو ما إذا كان سيعود إلى أنواع التعبيرات غير المكترثة التي ميزت ولايته الأولى في المنصب. ورغم ذلك يمكن أن يكون الفارق الأكبر بشكل عام بين هاريس وترامب بالنسبة لإفريقيا في الشكل أكثر من المضمون. فما زالت اللغة المهينة التي كان ترامب يستخدمها في رئاسته السابقة تثير سخط الكثير من الأفارقة، ولكن بعضهم يرى الآن أن هذا تعبير صريح عن المكانة المتواضعة التي تحتلها إفريقيا لدى صناع القرار في واشنطن. وبقدر قسوة هذه الحقيقة فإن التعبير عنها بوضوح يحدد مستوى التوقعات التي يمكن للقادة الأفارقة انتظارها من واشنطن، ويحملهم مسؤولية تحقيق مصالح شعوبهم بعيدا عن واشنطن، وهو ما يتضح بالفعل من دخولهم في شراكات أمنية واقتصادية ومالية مع دول عديدة. أيضا على الرغم من أن نهج ترامب الذي يتعامل مع أغلب الأمور بمنطق البيع والشراء قد يبدو مغززا لكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، فإن بعض القادة الأفارقة قد يعدونها طريقة أكثر مباشرة وشفافية في إدارة العلاقات، ويعكس طريقة إدارة الكثيرين منهم للعلاقات مع شركائهم الآخرين. كما أن نهج ترامب الذي يركز على الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة يمكن أن يفتح الباب أمام شكل من أشكال العلاقة بين الأنداد،
وهو تحديدا ما يقول كثير من القادة الأفارقة إنهم يسعون إليه في علاقاتهم مع العالم. وأخيرا، فإن الحكومة الأمريكية المقبلة سيكون عليها إدراك حقيقة أن علاقاتها مع الدول الإفريقية تأثرت سلبا بدعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه تعاطف الدول الإفريقية مع القضية الفلسطينية، كما أن الدول الإفريقية تنظر بعدم الارتياح إلى الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي الحرب التي أدى استمرارها إلى معاناة الكثير من شعوب القارة بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في السوق العالمية. معنى ذلك أن الدول الإفريقية لا تتوقع الكثير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين قد يحتاج الرئيس الجديد إلى بذل جهد أكبر لترميم صورة واشنطن لدى الدول الإفريقية. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وحدات من الجيش الإريتري بينها أفراد من البحرية تصل إلى الصومال. أثيوبيا تقول إنها نظمت قوة خفر للسواحل تهدف إلى منع الجريمة في المياه. والسفارة الروسية في السودان تحقق في تقارير تحطم طائرة شحن روسية في دارفور. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.